ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. هنبدأ الفيديو بتاعنا، بس نصلي على سيدنا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمله البيتزا. بس في الاول كده، انا قطعت زي 5 بصلات. 4 بصلات زي ما انتم شايفين كده، يا تبشريهم يا تقطعيهم قطع صغيرة وتشوحيهم كده في الزيت. والبصلاية التانية حطيت عليها كام قطعة كانت باقية في التلاجة. صدق قطعته حلقات، وبرضو قلت ايه اشوحه كده مع البصلية. في حاجة تانية، زي ما انتم شايفين بقيت اقلب فيه. طبعا الصدوق حطيت عليه رشة فلفل اسمر ورشة ملح. مش كتير الملح، حاجات بسيطة. وهبتدي ان انا اقلبه لغاية لما الصدوق يستوى معايا، وبعدين اطفي عليه. والبصل برضو هفضل اقلب فيه لغاية لما يدبل. طبعا الكوباية اللي انا حطيتها دي كانت كوباية صلصة. دوبتها في مية ورحت حطاها، وحطيت عليها كمان عصير طماطم. حطيت كمية عصير طماطم كويسة. زي ما انتم شايفين حطيت 7 بهارات، حطيت فلفل اسمر، حطيت شوية كمون. وبعدين هحط الحدق بتاعي. هقلبهم كويس، وادي الحدق كمان هظبطه. وبعد كده طبعا الصدوق الناحيه التانية انا طفيت عليه خلاص. هسيب بقى دوت يغلي غلوه معايا، وبعدين اوطيه ويبتدي يتسبك زي ما انتم شايفين. هو دخل في التسبيك خلاص. هوطي عليه خالص واسيبه بقى لغايه لما نعمل العجينه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين انا معايا خميره، ومعايا لبن بودر، ومعايا ملح وسكر والزيت. معايا كيلو دقيق هنخله زي ما انتم شايفين. بعد ما نخله هحط عليه معلقة سكر كبيرة، وهحط معلقة ملح صغيرة، وهحط الكيس الباكت بتاع الخميرة بمقدار معلقة. وهحط معلقتين كبار هرميين لبن بودر زي ما انتوا شايفين. بعدين هبتدي ان انا اقلب الخليط كله. هحط معلقة بيكنج باودر، وهبتدي ان انا اقلب الخليط زي ما انتوا شايفين. وهنزل بقى بالمية بتاعتي علشان العجن. بنزل بالمية واحدة واحدة. زي ما انتوا شايفين دي اول كوباية مية. طبعا هعجن بايدي بقى، نشيل معلقة وهنزل ب3/4 كوباية زيت. يعني ممكن ممكن نص كوباية زيت ومعلقتين كمان عليها. وهبتدي ان انا اعجن. طبعا زي ما انتوا شايفين بعجن واحدة واحدة. طبعا انا حطيت كمان كوباية مية، يعني العجينة خدت معايا كوبايتين مية. هعجن واحدة واحدة كده لغاية لما تبقى العجينة معايا طرية وحلوة زي ما انتوا شايفين. انا عجنت فيها كتير قوي طبعا، بس انا ما رضيتش اصور كل ده علشان ما اطولش الفيديو عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هغطي العجينة بتاعتي عشان تخمر ونرجع لها تاني. زي ما انتوا شايفين طبعا في الوقت ده كنت انا ببص على الصلصة بتاعتي، لقيتها اتسبكت خلاص تمام التمام، ورحت طافية عليها البوتاجاز. وزي ما انتوا شايفين ادي العجينة كمان خمرت. هاخد جزء كده من العجينة وهبتدي ان انا اشكلها. طبعا انا هعمل صينيتين او 3. وبرضو هعمل ميني بيتزا علشان اللي يحب يعمل ميني بيتزا على طول. طبعا انا فردت شوية بايدي وبالنشابة برضو زي ما انتوا شايفين كده، بفرد بالنشابة شوية كمان. انا مش عايزة سمكها تخين قوي، انا عايزاها رفيعة علشان هي كده ولا كده هتخمر تاني وهترفع. فمش عايزاها تبقى تخينة. انا عايزة العجينة تبقى او العيش بتاع البيتزا يبقى سمكه حلو متوسط. زي ما انتوا شايفين فردتها شوية، وبعدين فردتها في الصينية زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي. وهبتدي ان انا احط الخلطة بتاعة البيتزا معاكم. طبعا الصلصة زي ما انتوا شايفين تخينة ازاي. البصل وطبعا الصلصة بتاعتي متسبكة كويس. هفرد الصلصة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده طبقة حلوة. وهبتدي ان انا احط جبنة تركي. انا اسفة ان هي ما اتصورتش، انا حطيت جبنة تركي مبشورة، وبعدين حطيت قطع الطماطم اللي انتوا شايفينها دي، وبرضو زيها قطع فلفل اخضر. وبعد كده هبتدي ان انا ارش موتزاريلا. انا نسيت الزيتون بس هحطه بعدين لان انا نسيته. طبعا فيكي بقى تحطي اي حاجه انت حباها، ممكن تحطي صدق، ممكن تحطي لحمه مفرومه.
ممكن تحطي لانشون، ممكن تحطي بسطرمة. دي زي ذوقيات، وممكن تسيبيها زي ما انا عملتها كده. طبعا ادي البيتزا التانية برضو فردتها بنفس الطريقة بالمنشبة بتاعتي، وبايدي حطيتها في الصينية وبرضو فردتها. وهبتدي احط الخليط بتاعي تاني. هفرد برضو الصلصة زي ما انتوا هتشوفوا. احط كمية الصلصة بتاعتي مناسبة، طبقة كويسة زي ما انتوا شايفين، واحدة واحدة. وبرضو يعني انا عايزة يعني طبقة الصلصة تكون حلوة زي ما انتوا شايفين. وبرضو احط الجبنة شيدر وجبنة تركي مبشورة. وبعد كده هحط قطع الطماطم بنفس الطريقة بتاعت البيتزا التانية. بس دي بقى هحط الصدق بتاعي. انا عملت صينيه طبعا، عامله وحدتين صدق كانوا باقيين عندي في الفريزر، طلعتهم وقطعتهم زي ما انتوا شايفين كده، وحمرتهم ببصله. هحطهم بقى مع الطماطم زي ما انتوا شايفين. وبرضه هحط الفلفل الاخضر بتاعي واحده واحده زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي. بصراحه سهله وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه، وطعمها جميل، واولادنا كلنا طبعا كلنا بنحبوها، ما فيش حد ما بيحبش البيتزا. وهحط الموتزاريلا بتاعتي. ودي كده تاني صينيه طبعا. وعملت صينيه تالتة بنفس الطريقه بتاعت الاولانيه، لاني ما كانش في الا وحدتين صدق يكفوا صينيه واحده. فدي بقى هعملها ميني بيتزا زي ما انتوا شايفين في صينيه مربعه. هفردها بالمنشبه بتاعتي وبايدي شويه، وبعدين هنقلها في الصينيه واحده واحده كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. البيتزا سهله وطريقتها سهله وعجينتها سهله، مفيش اسهل منها. هي ممكن تكون حاجتها كتير وانتي تستصعبي، بس لا بالعكس. سهلة جدا، واولادنا بيحبوها وبتأكلهم. وتنفع برضو في المدارس، بتنفع في حاجات كتير. وبرضو لو حبينا نعمله مثلا البيتزا ديت لحفلة، مثلا حفلة عيد ميلاد او حفلة تخرج، بتنفع. انا حبيت اقطعها قبل ما اعملها علشان يبقى كل مربع لوحده او كل جزء فيها لوحده. هحط بقى معلقه صلصه زي ما انتم شايفين كده على كل مربع، واحده واحده. هنوزعها. طبعا الصلصه مش قادره اقول لكم على ريحتها وطعمها روعه. هحط بقى الجبنه الشيدر والجبنه التركي المبشوره على كل مربع زي ما انتم شايفين. حاجة بسيطة وسهلة، ما تقوليش لا حاجات كتير مش هقدر اعمل. لا، قومي وجربي واعملي وهتطلع زي العسل من ايديكي. إيه، ما تقوليش حاجة صعبة. نفذي بس وهتلاقي كل حاجة حلوة من ايدك زي ما انتوا شايفين. هحط على كل مربع قطعتين طماطم بس علشان ما تبقاش فيها الحشو كتير ويقع منها زي ما انتوا شايفين. هنوزعها بالراحة. البيتزا ممكن تكون حاجتها كتير بس سهلة زي ما انتوا شايفين، وعيلنا بيحبوها واحنا ككبار بنحبوها. بتنفع في المناسبات، بتنفع للبيت، بتنفع للفطار، بتنفع للعشاء. حاجة خفيفة واكلة حلوة وبتشبع. هوزع الزيتون بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين، وهوزع الفلفل الاخضر. هي هنا بنتي كانت بتساعدني، هي بتحط الزيتون وانا بحط الفلفل الاخضر. زي ما انتوا شايفين. هحط بقى الموتزاريلا زي ما انتوا شايفين واحده واحده كده. وهبتدي ان انا اكون مشغله الفرن. طبعا هو الفرن شغال لان انا حاطه فيه البيتزا التانية. هطلع طبعا اذا بيتزا وهحط التانية، وهنشوفها بعد ما تستوي يبقى شكلها ايه. ادي البيتزا طلعت زي ما انتوا شايفين. انا عملتها بالصينيه اللي هي بالزيتون العاديه، والتانية فيها صدق. ودي من البيتزا بتاعتنا. حاجه كده بصوا، ريحه وطعم مش قادره اقول لكم. الريحه كانت قلبه ريحه البيت. واولادي بقوا واقفين لي جنبي وتحت ايدي بقى، لا يا ماما يلا يلا يا ماما. طب اصبروا. حتى مش صابرين ان انا اكمل تصوير. بصراحة كانت ريحتها جميلة جدا وطعمها روعة زي ما انتوا شايفين. بصوا سمك البيتزا نفسها، العيش مش تخين قوي ومش رفيع قوي، مناسب. وادي الميني بيتزا زي ما انتوا شايفين اهوت. حاجة سهلة وبسيطة. يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط وتقدروا تنفذوا البيتزا وتعملوها في البيت لأولادكم وليكم. وزي ما احنا كلنا عارفين برضو البيتزا فيها قيمة غذائية عالية لولادنا. بصوا دي اللي بالصدق اهيت. بصوا مش قادرة اقول لكم بقى على ريحتها وشكلها وطعمها. انتوا هتجربوا وهتعملوها هتبقى حلوة قوي من ايديكم زي ما انتوا شايفين اهيت.
دي المارجريتا العادية، ودي الميني بيتزا. بصوا من تحت العيش مستوي واحمر وجميل وطرية وجميلة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تدعموا القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وبألف هنا وشفا.